رسميا عزيز الاهلاوي واخد علامه يبقى عم احمد فتوح. جدعان مفيش كده يا جدعان، اقسم بالله انتوا يا جدعان الماده الخام للضحك، اقسم بالله ما بهزر. الساعه 12 بالليل فتوح يسيب المعسكر ويمشي ويتقال نتخانق مع مدير الكوره، يطلعوا هما الساعه 1 يقول لك لا مفيش الكلام ده خالص، فتوح ملتزم جدا والراجل عمل اذن ومشي عشان عمه تعبان. الساعه 2 بالليل يطلع احمد فتوح متسحب كده زي الحراميه ويطمنا كلنا على عمه. وعلى فكره يا جماعه بصراحه الحفله كانت حلوه قوي يعني. المهم طمني على اوضه اللبس عامله ايه. طبعا الكائن ابو دماغ مربعه هيسيب كل الكلام ده كله ويجي يقول لك ما امام كان معاه في الحفله، نسي ان امام مصاب ومش في المعسكر وواخد اجازه اصلا، وراجل كده كده منزل صور الحفله على انستجرام، هيسيب بقى هو كل ده ويقول لك امام. الدماغ يا باشا غير، انت بتتعامل مع الينز مش بني ادمين اقسم بالله. يوم الزمالك يصدر بيان بايقاف مستحقات اللاعب وغرامه مليون جنيه وتحويله للتحقيق. المهم طمني على اوضه اللبس عامله ايه. يا جماعه ركزوا شويه مع فرقتكم، انت مفيش حاجه شاغله بالكم خالص غير مواضيع الاهلي وسام وزيزو وامام وكل الكلام ده، اقسم بالله بلح والدنيا انت عندك خربانه. الراجل السمسار اللي انت جايبه ده عمال يجيب لك كل لعيبه فاركو واللعيبه ال3 ب10 وانت ولا شاغل بالك بالكلام ده كله، انت في حته تانية خالص. انت مع الاهلي الموسم ده انت هتطلع الرابع او الخامس، مش التالت بقى، الرابع او الخامس.